صباح الخير، اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني دلوقتي. في الفيديو ده هنعمل اسهل حل على الاطلاق واللي هو رز بلبن. اكيد كلنا بنعرف نعمله، بس بيختلف طريقة اعداده والاضافات من كل واحدة لواحدة. هعمله معاكم بطريقتي الخاصة واللي هي بالنسبة لي احلى رز بحليب دقته بجد. مش عشان انا اللي عاملاه، لا خالص، بس بشوية اضافات هقولكم عليها هي اللي هتخليه مختلف عن اي رز بحليب جربتوه قبل كده. شايفين قد ايه هو ناعم جدا؟ بجد تحفة. ويلا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. اول حاجة هحتاج كده حوالي كوباية من الرز المصري العادي بمقدار 250 ملي، وحوالي 4 اكواب من المية. يعني كوباية الرز عليها 4 اكواب من المية. غسلت الرز الاول، بعد كده هنروح على البوتاجاز في حلة، هضيف فيها المية، واول ما المية تبتدي تغلي هنزل عليها بالرز على طول. في ناس مش بتحب تغسل الرز، بس انا بحب اغسله زيادة نظافة وتأكيد. هو كده ماشي وكده ماشي. اول حاجه هسيب الرز لغايه لما يبتدي ياخد غلوتين كده، بعد كده ههدي النار واسيبه لغايه لما الميه اللي فيه تنشف تماما، مع التقليب المستمر علشان الرز طبيعته فيه نشا. لو سيبناه منه للنار كده هيبدا ان هو يشيط مننا. هنشوف باقي المكونات بتاعتنا. هنحتاج لمعلقتين كبار كده من النشا، ومعلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، معلقتين كبار من الحليب الباودر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه. هنحتاج لتلت كوباية من الدبل كريم او كريمة الطهي او كريمة الخفق اي حاجة، وكوباية وربع من السكر، ولتر من الحليب. اول ما الرز بدأ ان هو قوامه يبقى سميك معايا والمية اللي فيه نشفت تماما، نزلت عليهم بالحليب وهديله تقليبة كده، وهسيبه حوالي يعني دقيقة او دقيقتين كده، يعني يتبخر منه السوائل اللي فيه. وهضيف السكر. بالنسبة بقى لباقي المكونات اللي معايا اللي هو الحليب الباودر والكريم شانتيه والنشا، نقدر نستغنى عنهم ونضيف حليب محلى مكثف المتوافر عندنا. طبعا الحاجات الاضافات اللي انا هحطها ديت متوافرة عندنا في البيوت. لو عندك حليب محلى مكثف تقدري تضيفي نص علبة كده من الحليب المحلى المكثف. جبت انا هنا ربع كوباية من المية، وضفت عليها بقى الحاجات البودر اللي معايا، لان طبيعه اي حاجه بودر لو ضفناها على ميه مغليه او اي حاجه مغليه بتبدا انها تكتل. فلازم الاول ندوبهم في حاجه، في ميه تكون بارده او حليب بارد الاول كده قبل ما نضيفه منه للنار مباشره. رجعت بقى للرز بحليب، ضفت عليه الفانيليا، وهضيف عليهم الدبل كريم او كريمه الخفق، وهضيف عليهم بقى الخليط اللي احنا قلبناه مع بعضه، وهديله تقليبه كده وهسيبه بالظبط، يعني مش هيكمل دقيقه، لان بمجرد ان انا ضفته والخليط داخله نشا فبدا ان قوامه يبقى سميك معايا وبدا يعمل بابلز كده سميكه شويه. فيدوب تقلبتين كده وهطفي النار عليه على طول. نبدأ بعد كده نصبه بقى في الأطباق بتاعتنا أو الكاسات بتاعتنا ونزينه بأي حاجة. التزيين ده حاجة ترجعلك انتي وحسب ذوقك. أنا هنا زينته بالمكسرات، وفي أطباق زينتها بالقرفة. الناس اللي ما جربتش القرفة وهتستغربها، لا بجد خطيرة جدا، جربوها على ضمانتي هتعجبكم قوي. القرفة على الرز بحليب حاجة تانية جدا هتعجبكم، يعني مش قادرة أوصف لكم قد إيه هي رهيبة بجد. هنسيبها بقى في بره كده حوالي دقيقتين، وبعد كده بندخلها التلاجة ساعة او نص ساعة حسب الجو. وبنخرجها بقى ناكلها. حابين تاكلوها سخنة يا دوب بتصبوها بتتماسك على طول. انا غالبا ما دخلتهاش التلاجة وده كان قوامها. شايفين عامل ازاي؟ تحفة جدا. جربوا الطريقة وانا واثقة انها هتعجبكم. وصحة وهنا. اشوفكم على خير قريب في فيديو جديد. باي باي.